السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. نبدأ الفيديو بتاعنا ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق اجمعين. النهاردة رحنا زيارة عند خالته مين. المهم رحنا زيارة هناك وعملنا احلى بيتزا هناك. العيال كانت شبطانة وعايزة بيتزا، يحبوا ياكلوها مع بعض يعني. قررنا نحن نعمل بيتزا بقى، مطاعم بيتزا، محلات، ميني بيتزا، احجام كبيرة. ما خلناش عن جهدنا جهد الصراحة. اكلة سريعة وخفيفة وجميلة جدا على قلوبنا. ما تنسوناش بقى في بداية الفيديو باللايك والاشتراك وكومنت جميل منكم كده، ومتابعة للقناة واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عمور عمبية فين؟ توك توك. وصلنا فين؟ لا بحر. هنا كنا وصلنا بقى، وكنا موقفين العيال نقول لهم ابتدوا انتوا الفيديو وقولوا المقدمة بتاعته. الصراحة انا شايفه ورقنا. اخر ما زهقنا بقى صورنا وخلاص، واخيرا وصلنا. خدنا واجب الضيافة كده وارتحنا، وقمنا على طول على مطبخنا نشوف هنعمل ايه. طبينا عليهم كده الصراحة. هي كانت عايزة تعمل مكرونة بشاميل وكانت محضرة حاجتها، بس احنا اقترحنا قلنا لها احنا جايين نعمل بيتزا، فهفضت الصراحة. وجبنا بقى جمعنا الطلبات بتاعتنا وبدأنا في تجهيز البيتزا. هي بدأت بقى تفرم الطماطم بتاعتها كده، وراحت لها بتاع السمنة والزيت حطيتها كده دي يا جماعة وبعتها للعيال تجيب لنا بقية الطلبات اللي ناقصانا. انا بقى قعدت اخرط. كان في لانشون موجود وحته الجبنه برضو كده موتزاريلا وفلفل وطماطم، بدأنا نخرطهم. العيال وصلت بالطلبات، كملت الطلبات يعني. جبنا شيبسي وكاكولا معاها برضو عشان تبلع، وكاتشب، وكان في دقيق اهو في البلاستيكايه. جبنا عليه دقيق كمان عشان الكميه برضو ما شاء الله العدد كبير. الصراحه ممتازه في المعجنات والفطاير، وبتعمل جاتوهات وحاجات ممتازه. عشان كده بنكرر اي حاجات من دي، معجنات ولا كلام من ده، يلا على خالته. بدأت تعجن وبعدين خمرت. بدأنا بقى نرص في الصواني عشان كنا عاملين تحدي اصلا، هتشوفوه بعد ما الفيديو ده ينزل. كنا عاملين تحدي على بيتزا للعيال، فكنا بنعمل صواني بمقاسات متساوية عشان التحدي. العجينة يا ولاد. بدأنا نفردها بقى كده في الصينية. كيلو دقيق، بوكو خميرة، كوبايتين مية دافيين، 3 معالق سكر صغيرين على الخميرة، نص كوباية لبن وبيض. ماشي، وهتسيبها ترتاح بقى الوقت. ابتدينا بقى بتاني بيتزاي. بعد ما فردنا العجين بقى حطينا عليه الصلصة اللي احنا كنا مجهزينها، فلفلك بقى، طماطمك، اللانشون بتاعك، الجبنة، اي حاجة انت مجهزاها بقى واللي هتحطها واللي بتحبيها كمان على البيتزا حطي. دي حاجة كده علم مفتوح، اللي تحبيه حطيه، او الموجود عندك كمان حطيه. كان عندنا بواقي لحمة مفرومة وفراخ كمان حطيناها على الوش، وحطينا كمان سبنساه بقى بتاع الزعتر. حطينا زعتر عليها، بتقوم قلبة مناقيش لبنان على طول. في ثانية تسافري لبنان اكنك قاعدة في لبنان تاكلي مناقيش. لان الصراحة انا من النوع اللي ما بحبش البيتزا اوي، بحس ان هي سندوتش بجبنة وطماطم. عشان تقلب كده على ايه؟ فالزعتر ده بنقله معايا في حتة تانية خالص بقى. الفرشة دي الصراحة اللي صنعها ابن حلال. اكله سريعه وخفيفه. انا بقى كنت تخصص فرش البيتزا وتجهيزها كده. الصراحة يعني هما بيقولوا عني ان انا ايدي حكيمة شوية وبعرف اوزع الحاجة على بعضها. الاول بدأت بتوزيع الحاجة وبالذات في الجبنة، حطيت كده دوقت كل قرصة شوية جبنة موتزاريلا، وبعد كده قمت جايبة الباقي بقى مكملة توزيع عليه. يعني لازم ادوق الاول الحاجة وانفاض معايا برجع اكمل واكملها عليه.
انما بقى اكرم 2 3 واسيب الباقي لا. نرمين فين بقيت؟ الصراحة كان جبنة معقولة حلوة يعني، ولو كان في جبنة رومي كمان كنا بنحطها عادي. بعشق الجبنة الرومي اصلا عن الموتزاريلا الصراحة. دي بقى الميني بيتزا الصغيرة عشان السجاد برضو العدد، واحنا عايزين كل واحد كده ايه لوحده. وكنا واخدين كمالة والله كمان واحنا مروحين. عملنا الدقيق فرط معانا كتير، عمل معانا كمية قرص كتير يعني. اتغدينا والعيال عملت التحدي عليها وكل واحد خدله بيتزاية كبيرة كده حجم عائلي. وخدنا منها كمان واحنا مروحين بقى نبقى نتعشى كده اي حاجة مع نفسنا. جميل. شونك نعمل بقى شغل مطاعم اللي هو ايه ما بتلاقيش اي حاجه. كنا عاملين 3 كيلو دقيق، بس هي كانت بتعجن كيلو بكيلو، بتقول ما اعرفش اعجن الا كيلو بكيلو عشان العجينة تظبط معايا. فانا وريتكم عجينة واحدة بس. ما دام انتوا عاجبكم يا حبايب قلبي. وساعة بقى ما القرص بتاعتنا جهزت نسيت التصوير ونسيت اصور الميني بيتزا الاخيرة اللي هي طالعة دي. اللي افتكرته صورته. خلاص المعدة ما بتشوفش بقى قدام. مش حرمكم من حاجه يا حبايب قلبي. اهو كنت بقول لهم مش انتوا عايزين بيتزا مطاعم اهي، اللي احنا بنروح نشتري بيبقى عليها كده قطعة من الفلفل وقطعة من الطماطم ونجري عليها جري ونشتري. فكنا بنضحك في الفيديو ده الصراحة اللي هو المقطع ده، عند الضيوف وعزمهم. ان انا بعملها لهم زي بتاعة المطاعم بالظبط، مش بتجروا عليها كده. مش المطاعم التانية اللي هي البيتزا موسيع، لا اللي هي اللي بتبقى عند بتاع القرص. الميني بيتزا اللي احنا بنجيبها الصغيرة دي بالكيلو. اي ما شاء الله كانوا حلوين والكمية كانت حلوة. هم كانوا عايزين بس عشان التصوير واللي اكرميها قوي حط عشان التصوير وبتصوري، لا وانا هبوظ الميزانية بتاعتي عشان التصوير ليه؟ اللي عايشة عليه بعمله. ما شاء الله الفرن بتاعها كان بياخد كذا صينية كده عشان ننجز، لان الجمهور بقى خلاص الجوع والمعدة بتصوصو. دي كانت اول عينة تطلع 5 بيتزاهات كبار اهو. كنا محددينهم عشان ايه اللي هيعمل تحدي بين العيال. ما شاء الله حجمها كبير، ده هي كمان مظلومة في التصوير وباينة الصغيرة في التصوير. لايك بقى وكومنت جميل منكم كده عشان البيتزا اللي بالزعتر دي حاجة كده اخر شياكة واخر قلاجة. الزعتر باين اهو ما شاء الله حلو، ولانشون جبنة طماطم زيتون. ده حطينا الزيتون نسينا احنا بعتنا العيال تجيب، كان النور قاطع ما جابوش. لو عجبكم الفيديو بتاعنا بقى ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس.